الاهلي وغزل المحله، الماتش اللي الناس كلها فاكره ان هو هيكون سهل. وانا حبيت اكلم الاهلاويه بما اني واحد منهم واقول لهم ان الماتش ده مش هيكون سهل زي ما احنا متخيلين. غزل المحله فريق بمعنى الكلمه كده رخم، ومن وانا صغير كده وانا عندي 9 سنين وكنت بروح مع ابويا الاستاد واقعد اتفرج على المطوشه، كنت ببقى عارف ان غزل المحله ده من ايام فحت البحر وهو فريق تقيل، وبالذات على ملعبه، وبنكسبهم لو كسبناهم هناك بالعافيه. علاء عبد العال من المدربين اللي تملي خططهم واستراتيجيتهم مبنيه على حط الاتوبيس قدام الجون ودافع ب9 10 لعيب. الماتش اللي جاي مش هيبقى سهل، والاهلي لازم يحط في اعتباره ان يعلي من مستوى الضغط من اول دقيقه عشان نعرف نحط جون واتنين. هنخترق من العمق، من الاجداب ماشي، كروسات على قد ما نقدر، تسديدات من بره ال 18 على قد ما نقدر. لازم من اول دقيقه يكون في جون او اتنين على مدار الشوط الاولاني، ولو ينفع نزود في الشوط الثاني يبقى خير وبركه. لان غزل المحله من يعني الفرق اللي بجد طول عمرها تقيله، وطول عمرها على ملعبها تحس ان انت بتلاعب فرقه، اي نعم ممكن ما بيدوكش فنيات وكوره فنيه، لكن بتحس ان هو الماتش تقيل ورخم ومش عايز يعدي والشبكه ما بتتهزش. اتمنى ان انا اكون بجد يعني وصلت الفكره للاهلاويه، ووصلت الفكره للناس عشان يعرفوا ان الاهلي من اول دقيقه لازم يحط غزل المحله جوه ال 18 عشان مش هينفع غير كده. عشان لو عدى الشوط الاولاني وفضلنا 0-0 ودخلنا في الشوط الثاني وهيقعدوا يقعوا في الملعب، والجمهور وملعبهم رخم، والمدير الفني بتاعهم هو استراتيجيته ما عندوش حاجه اسمها هجوم من ايام الجونه وهو بيدافع، فالموضوع هيبقى تقيل. وانا حبيت ان انا انوه عن الموضوع واقول ان الماتش اللي جاي قدام غزل المحله هيبقى ماتش من اتقل المطوشه اللي ممكن الاهلي يلعبها في الموسم كله. اتمنى ان انا اكون وصلت المعلومه، ولو عجبك الفيديو ما تنساش فولو ولايك. كان معاكم ميدو الصباغ، واشوفكم على خير في فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.